ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ خلاص خلصت الجوله ال 31 وراحت بخوازيقها، واهلا بالجوله ال 32 والخوازيق الجديده، خصوصا لما تبقى الجوله ديت هتكون جوله دبل وقاعد انت فيها محتار ما انتش عارف تفعل انه خاصيه. ولكن بقى السؤال الاهم اللي لازم تساله على نفسك الجوله ديت، هو انا المفروض يكون عندي كام لاعب دبل في الجوله دي؟ عايز تعرف هتعمل ايه؟ هقول بس قبل ما اقول لك فوق وصحصح وركز معايا وكمل معايا الحلقه الاخيره ويلا بينا. اهلا وسهلا بيكم جميع مشاهدين متابعي قناه وبرنامج البوب شو. اهلا وسهلا بيكم، معاكم ايهاب في حلقه جديده من حلقات برنامج فانس بريمير ليج وحلقه استعداداتنا للجوله ال 32. اهم النصائح والتوقعات، يا رب يعديها على خير يا رب، وعايزين نشوف فيها نار كتير واسهم خضراء كبيره باذن الله. عايزين نختمها بقى ختامها مسك، عايزين الموسم ده ينتهي نهايه حلوه يسيب لنا اي ذكرى حلوه قبل ما يخلص. ان شاء الله في حلقتنا النهارده هنحاول ان احنا نبص كده على اهم النصائح والاستعدادات اللي بنحاول نستعد بيها للجوله ال 32 ونجاوب على اهم الاسئله اللي بتدور في دماغي ومش لاقي لها اي اجابه. وهل مستاهل لو معايا البنش بوست افعله الجوله ديت ولا الجوله ال 33 افضل؟ والمفروض الجوله ديت يكون معايا كام لعيب من الدبل؟ وهل لازم اركز على لعيبه الدبل ولا في لعيبه تانية ممكن اجيبها من اللعيبه السنجل؟ واكيد السؤال الاهم واللي بيحير كل الناس هو الكينج مو بعد ما بلانك كام جوله ورا بعض، هل ده ميعاد ان انا ابيعه؟ طبعا مش هننسى نبص على افضل تشكيله وافضل 11 عنصر موجود عندنا الجوله ديت متوقع يجيبوا اكتر عدد من النقط، واهم اللعيبه المتوقع تالقها ولازم تكون معانا في التشكيله بتاعتنا، واللعيبه الديفرنشال ممكن تفرق معانا في الترتيب والرانك بتاعنا، متوقعاتنا الماتشات الجوله ال 32 ونحاول نشوف كده مين هيكسب مين هيخسر وايه ابرز الاحداث اللي ممكن تحصل في ماتشات الجوله دي، والفقره الاخيره المحببه الى قلبي وهي فقره نكابتن مين. بس معانا قبل الكلمه قبل ما اقول اي حاجه مش كام دعم ليا واشترك معايا في القناه لو لسه ما اشتركتش معايا لغايه دلوقتي، اصل محتاج مكتوب ليه سبسكرايب هتدوس عليه تفعله جنب جرس التنبيهات، برضه هتدوس عليه تفعله الكل عشان ما اعمل حلقه جديده تجيلك على طول. ولا وشير يا باشا المدير بتاعك ما تنساهوش، ده بيساعد الحلقه والقناه تكبر وتنتشر وتوصل اكبر عدد متابعين. اكونتاتنا على السوشيال ميديا مش محتاج افكرك، فيسبوك انستجرام تويتر تيك توك موجودين في كل حته، خش اشترك واملاك في الاكونتات دي عشان دايما متابعني كل جديد بجديد. الدوري بتاعنا دوري قوي وتقطيع وليس للضعفاء، لو بكره مش مستعمل اي خوازيق ما تشتركش معانا، كده لينك اشتراك الدوري ده موجود في الديسكربشن تحت صندوق الوصف تحت الفيديو، خش اشترك وريني نفسك. طبعا خليني في البدايه اقول لك عايزين المشاهد المفروض كان عندنا حلقه نصائح تنزل لوحدها وحلقه توقعات تنزل لوحدها، ولكن للاسف لان ممكن يكون عندي بعض الظروف بعض ارتباطات العمل احتمال تكون عندي موجوده يوم السبت، فيبقى موضوع اللايف قبل الديدلاين ده ممكن يكون صعب، فقررت ان انا ادمج الحلقتين مع بعض، حلقه النصائح والتوقعات تنزل لكم بدري يوم الجمعه ويبقى عندنا لايف بالليل يوم الجمعه اعوض به لايف الديدلاين. فيعني بعتذر للناس كلها على لخبطه المواعيد اللي حصلت دي. خلينا في البدايه عايزين المشاهد افكرك واقول لك ان الجوله هتبدا معانا من يوم السبت الممتاز مفيش اي مشكله، والديدلاين بتاعنا هيكون اخره الساعه 12 ظهرا بتوقيت القاهره، لان اول ماتشاتنا هتلعب الساعه 1:30 ظهرا بتوقيت القاهره، فاصحى عزيزي المشاهد وركز واظبط منبهك عشان تغييراتك ما تروحش عليك وترجع تعيط وتقول لي انا اتخزوق. خلينا نبدا بقى سريعا مع الفقره الاولى عندنا وهي ابرز واهم النصائح والاستعدادات اللي اقدر استعد بيها للجوله ال 32. طبعا النصيحه الذهبيه الماسيه عايزين المشاهد دايما بقولها لك في مقدمه كل حلقه نصائح وهي اتقل واصبر على تغييراتك. احنا راجعين من ماتشات طبعا بتاعت اللي هي الشامبيونز ليج واليوروبا ليج ودوري المؤتمرات واللازم منه اللي حضرتك عارفه، واحنا مش عارفين، احنا مستنينا في اصابات في غيابات في ايه اللي بيحصل في الدنيا، خصوصا لما بنلاقي مثلا واحد زي كول بالمر نسبه امتلاكه مش قليله، الراجل خرج ما بين الشوطين في ماتش تشيلسي في دوري المؤتمرات، وطبعا ما احناش عارفين الراجل ده خرج للاصابه ولا سوء اداء. واكيد طبعا ناس كتيره مثلا عايزه تعرف موقف جوردن من الجوله ال 32 راجل جاهز ولا لا. ساكا بعد ما تعرض لاصابه خفيفه كده في ماتشهم قدام ريال مدريد، هل الراجل جاهز هيكون اساسي ولا لا؟ عشان كده عزيزي المشاهد انا شايف ان انت تصبر وتتقل على تغييراتك لغايه المؤتمرات الصحفيه ونسمع كده المؤتمرات الصحفيه هيتقال فيها ايه، ويفضل تصبر لغايه ميعاد الديدلاين عشان هيكون طبعا عندنا المباراه الاولى اللي هتجمع ما بين السيتي وكريستال بالاس، يمكن نعرف اي تسريبات خاصه بتشكيله السيتي. اما النصيحه الثانيه عزيزي المشاهد وهي متعلقه بالبنش بوست، ناس كتيره معاها البنش بوست لغايه دلوقتي وقاعده محتاره مش عارفه تفعلها
في الجوله ال 32 ولا ال 33؟ خليني اقول لك عزيزي المشاهد، اللي يقدر يحدد لك اجابتك على السؤال ده هو تكون البنش بوست يتفعل في ال 32 ولا ال 33 يعني حسب العناصر اللي موجوده في التشكيله بتاعتك واللعيبه اللي جابها في التشكيله بتاعتك. يعني مثلا انت حضرتك لو تشكيلتك فيها 3 من فرقه ارسنال، فيها 3 من فرقه استون فيلا، فاعتقد من وجهه نظري اكيد الجوله دي مش هتكون افضل جوله لتفعيل البنش بوست، لان اغلب الفرقتين او لعيبه الفرقتين طبعا بنسبه كبيره هيكونوا روتيشن الجوله دي. الخوف كل الخوف عزيزي المشاهد تفعل البنش بوست وتلاقي اللعيبه دي تنزل لك بنقطه ولا نقطتين بكبيره والبنش بوست يضيع عليك. لكن انت بقى لو مش مكتر من لعيبه الفرقتين دولت مثلا، ومعاك لعيبه مثلا من فرقه مثلا تشيلسي، معاك لعيبه مثلا من فرقه برايتون، لسه معاك مثلا جونسون او سون طبعا من الجوله اللي فاتت، ممكن ليه لا برضو يكون معاك مثلا ايفينيلسون، عادي ايه المانع ان انت تفكر ان انت تفعل البنش بوست الجوله دي، ولكن في الاول وفي الاخر ما يكونش معاك غير البنش بوست، لان لو معاك التريبل كابتن عزيزي المشاهد فهو الافضل انت تفعله الجوله دي. واكيد هو افضل اختيار هيكون موجود عندنا للتريبل كابتن الجوله ديت هو الكسندر ايزاك، لان الاوبشن الثاني اللي كنا ممكن نفكر فيه وهو هالاند راجل مصاب والله اعلم هيرجع امتى ويمكن ما يرجعش. فصحيح هي تشكيلتك هتحدد انت تفعل البنش بوست الجوله دي ولا الجوله الجايه، ولكن لو معاك التريبل كابتن يبقى لا، لازم تفعل التريبل كابتن الجوله دي وبعد كده تفعل البنش بوست الجوله اللي بعديها. النصيحه اللي عندنا بعد كده هي متعلقه بلعيبه ارسنال. طبعا حضرتك زي ما شفت كده في الماتش بتاعهم في الشامبيونز ليج المعجزه اللي قدروا يحققوا فيه ثلاثيه على فرقه ريال مدريد ويكسبوهم بالثلاثه بدون رد بشباك نظيفه. وطبعا بقى ارتيتا وفرقه ارسنال قدامهم طبعا فرصه تاريخيه ان هم يقدروا يتاهلوا بعد كده ويكملوا في الشامبيونز ليج على قفا ريال مدريد، ودي ما بتحصلش كتير يعني. واكيد طبعا بينتظرهم جحيم البرنابيو والراجل عايز يكون هو ولاعيبته جاهزين. اكيد بما لا داعي مجال للشك هيكون في روتيشن، ده مش بعيده ارتيتا تلاقيه ناس بيلعب بلعيبه الاكاديميه، وفي الاغلب نفس التشكيله اللي لعب بيها ارتيتا قدام فرقه ايفرتون في الاغلب هتكون هي نفس التشكيله اللي هيلعب قدام فرقه برينفورد بيها. صحيح الماتش ده هيكون ماتش ديربي، لكن معلش ريال مدريد اولى، برينفورد هنبقى نقابلها بعدين مش فارقه يعني، احنا خلاص كده كده في المركز الثاني ومش هناخد الدوري. فانت لوحدك بقى من غير ما حد يكلمك كده ومن غير ما حد ينصحك، اي لعيبه معاك من ارسنال حطها على الدكه. اللي اعتقد بنسبه كبيره الوحيدين اللي ممكن يكون ضامنين مكانهم كاساسي في التشكيله واحد زي صليبا على مستوى خط الدفاع وديفيد راي في حراسه المرمى، ممكن يكون مارينو كمان على مستوى خط الوسط. معاك الثلاثه دول وعايز تلعبهم مفيش مشكله، لكن اغلب ظني ما اعتقدش ان ممكن ارسنال تطلع كلين شيت في المباراه دي. طبعا بخصوص الاصابه بتاعت بوكايو ساكا اللي حصلت له قدام ريال مدريد، اعتقد ان هي اصابه خفيفه، وفابريزيو رومانو طلع برضه في تصريحات قال ان ساكا تمام وزي الفل والاصابه ما هياش اصابه جامده يعني حاجه خفيفه جدا. لكن لو انت هتقعده دكه هتقعده لانه غالبا في الاحتمال هيكون روتيشن. طيب نيجي للنصيحه اللي بعد كده وهي متعلقه بلعيبه استون فيلا. واستون فيلا عزيزي المشاهد هي طبعا موقفها مشابه جدا طبعا فرقه ارسنال، عندهم ماتش قدام باريس سان جيرمان في الشامبيونز ليج واحتمال كبير يكون في روتيشن والكلام ده كله، ولكن انا عندي راي صغير وجهه نظر بصراحه. موقف استون فيلا في الشامبيونز ليج يختلف عن موقف ارسنال كسبت وعندها فرصه ان هي تكمل، على عكس استون فيلا اللي خسرت بالثلاثه قدام باريس سان جيرمان. وبالتاكيد طبعا بعد ما شفنا الماتش وفرق المستوى ما بين الفرقتين ما عندهاش فرصه ان هي تكمل. روح ارتيتا ممكن يوصله انه يكسب الشامبيونز ليج عادي جدا، لكن اكيد فرقه زي فرقه استون فيلا صعب ان هي تكسب البطوله دي. ارتيتا ضمن على بقائه في التوب فور والراجل هيكون موجود في الشامبيونز ليج الموسم الجاي ومرتاح جدا، على عكس استون فيلا اللي عندها منافسه قويه جدا، لان استون فيلا دلوقتي في المركز السابع مش محصله اي بطوله اوروبيه بالمركز ده السنه الجايه. واعتقد ان اوناي ايمري هيكون عنده اختيار مر قوي الجوله دي، يضحي بفكره انه ممكن يعمل ريمونتادا قدام باريس سان جيرمان ويحاول يكسب ويكمل والله اعلم هيوصل لغايه فين، او ينافس بقى على اللي في ايديه، عصفور في اليد خير من 10 على الشجره، انه يحاول يكسب مباراه زي مباراه ساوثهامبتون عشان يحافظ على حظوظه في التاهل لاي بطوله اوروبيه الموسم الجاي. تقول يا عم بوبا بقى ما تكبرها، دي ساوثهامبتون. عايز المشاهد لو في فرق من الفرق الرخمه اللي بتقابلها استون فيلا ودايما ماتشاتها قدامها بتكون متعربه، واحده من الفرق دي هتكون ساوثهامبتون. طيب هي خلاص ضمنت الهبوط بشكل رسمي وتم الاعلان هبوطها بشكل رسمي، حتى المدرب اللي كانوا جايبينه جديد الراجل مشي وسابهم. ولكن فرقه زي ديت لما تبقى ما عندهاش اي دوافع مش بتنافس على حاجه وكل هدفها ان هي تحاول تلعب وتستمتع بباقي المباريات اللي فاضله، بتلاعب فيها فرقه راجعه منهكه من ماتش قوي. ساوثهامبتون بتلعب على ارضها ووسط جماهيرها واكيد عايزه تصالح جماهيرها، فبالتاكيد ماتش استون فيلا قدام ساوثهامبتون مش هيكون سهل ابدا. اعتقد عزيزي المشاهد اوناي ايمري لو ذكي كفايه انه يلعب على الدوري وينسى موضوع الشامبيونز ليج ده، ولكن بغض النظر انا اعتقد ان اضمن الاسماء اللي ممكن نشوفها من فرقه استون فيلا هو روجرز، وبرده مش مضمون كفايه.
شويه. طب انا معايا واحد زي راشفورد، ومعايا واحد مثلا زي واتكنز، سينسيو مثلا، الناس دي هتعمل فيها ايه كونس على مستوى الدفاع؟ بص عزيزي المشاهد، احنا لو مشينا بمبدا الروتيشن وانه ممكن يحصل روتيشن، معاك روجرز لعبه اساسي مفيش مشكله. الراجل اصلا طول الموسم لغايه دلوقتي ما لعبش ولا مباراه كبديل، كل الماتشات بداها كاساسي، لا عمره ريح ولا عمره اشتكى. مش هتيجي على الفتره ديت ونلاقي روجرز بيكون فيها روتيشن. دي وجهه نظري، الله اعلم مناي امري بيفكر في ايه. معاك راشفورد، اكيد بالطبيعي وبالمنطق تحطه دكه، لان الراجل كان اساسي في ماتش باريس سان جيرمان وكان بيلعب في اساسي في التشكيله. اكيد واحد زي اولي واتكنز ممكن يبدا المباراه دي. معاك واحد زي اسينسيو، دي فيها بقى كلام تاني، ان اسينسيو نزل كبديل ما بداش المباراه كاساسي، فعنده فرصه ان الماتش ده قدام ساوثهامبتون يلعب فيه اساسي، بما ان الراجل كان مريح في ماتش باريس سان جيرمان. يعني اسينسيو عادي جدا ممكن برضه يريح ماتش ساوثهامبتون وليه بيبدا اساسي في الماتش العوده بتاع باريس سان جيرمان. كونسا في الدفاع طبعا اكيد احتمال كبير هيكون دكه. الاسماء الوحيده لو هي معاك تقدر تلعبها اساسي هو روجرز ومارتينيز في حراسه المرمى واسينسيو على مستوى خط الوسط. عايز تجيب حد اعتقد ان افضل اسم ممكن تفكر فيه هو مالين. اولا الجنب ده هو اللي هيلعب فيه مالين، هو اضعف جنب موجود عند ساوثهامبتون. ثانيا الراجل مش متسجل في البطوله بتاعه الشامبيونز ليج، اكيد وبنسبه كبيره الراجل ده هيكون اساسي في ماتش ساوثهامبتون. ويحييكوا ويحيينا ربنا ونشوف كده موقفه في ال 33 هيبقى عامل ازاي. اما بقى للزغلول الكبير واتكنز، واضح كده انه مكروف كرفه سودا، وان اوناي امري مش مقتنع بيه خالص ابدا بتاتا، مش بعيده يكون عامل مشاكل لان الراجل عايز يمشي. فانا ما عنديش ثقه بصراحه ان انا اروح اجيب اولي واتكنز معايا في التشكيله اساسي، ان اكيد مجيه اولي واتكنز هضحي بواحد زي مرموش او واحد زي ايزاك او ماتيتا. ايزاك وماتيتا اكيد مش هفكر فيهم، عندهم دبل. مرموش لا، هو راجل اساسي مع السيتي وبيلاعب فرقه كريستال بالاس اللي هتلعب من غير دفاع. فابعد عن الشر وغني له عزيزي المشاهد، وابعد عن واتكنز وغني له. اما النصيحه اللي بعد كده طبعا هي متعلقه بالكينج مو محمد صلاح، لان في ناس كتير كده بدات تزن في دماغها وقال ايه بيفكروا انهم عايزين يبيعوا محمد صلاح. ليه؟ يقول لك بلانك مش عارف تقريبا للمباراه الرابعه على التوالي. بص بقى يا بيه، انا هقولها لك كلمه تحطها حلقه في ودانك، محمد صلاح اوعى تبيعه، لان الراجل اللي كان مكسر الدنيا الفتره اللي فاتت هيكون راجع بقوه من الجوله دي. خلاص بقى اللي هو كان طالبه واللي عايزه هينوله. ومساله تجديده مع فرقه ليفربول بقت مساله وقت، موضوع توقيع العقود لا اكتر ولا اقل. الراجل خلاص طلعت الانباء بالتجديد، والراجل حتى اتعرف مرتبه بقى كام والكلام ده كله. الاكيد ان محمد صلاح هيكسر الدنيا من دلوقتي لغايه نهايه الموسم عشان يثبت لاداره ليفربول وجماهير نادي ليفربول ان هو كان جدير بالتجديد ده. غير كده وكده ده بيلعب ويست هام فرقته المفضله، والماتش اللي بعديه عنده ليستر سيتي، فراجع للتهديف. محمد صلاح ليس للبيع. اما الرساله بعد كده هي متعلقه ببعض الاسماء اللي عليها شويه قلق، واحد زي كول بالمر، واحد زي مبويمو، جوردون من فرقه نيوكاسل. خلينا نبدا بجوردون من فرقه نيوكاسل بحكم ان الراجل هيكون عنده دبل الجوله ديت، وناس كتيره كانت ممكن تكون معاها جوردون ومصابره عليه لغايه دلوقتي. يا عزيزي المشاهد، لغايه ميعاد تصوير هذه الحلقه كانت بدات تطلع بعض الانباء عن جاهزيه جوردون. انا بصراحه زيكم والله محدش عارف الدنيا فيها ايه. لو معايا جوردون هسيبه واشوف كده في المؤتمر الصحفي ايدياو هيقول ايه. صحيح هو راجل كذاب وما بيقولش الحقيقه، ولكن لو هو قال ان هو تمام ولغايه ميعاد الديدلاين ما شفنالوش صور في التدريبات، لا بيعه وهات الاسطوره ميرفي ظهر له بقى صور في التدريبات وايدياو قال لك انه جاهز وتمام وزي الفل، خلاص سيبه امرك لله. يبدا بقى اساسي، يبدا من على الدكه، انت كده كده محتاج. طب بالنسبه بقى لكول بالمر، طبعا الراجل موقفه لغايه دلوقتي غير معلوم، موقفه غامض. وطبعا لو عرفت اي انباء بعد الماتش بتاعهم ما يخلص هو كول بالمر اتبدل ما بين الشوطين ليه، هتلاقيني كاتبها لك هنا، لان الراجل اتبدل ما بين الشوطين في ماتش تشيلسي في دوري المؤتمرات. طبعا يا عيني انت حضرتك صابر عليه لغايه دلوقتي عشان الماتش ده قدام ابسويتش تاون، الراجل مش رخيص، الراجل مش قليل ب 10 مليون وشويه. صراحه يا عزيزي المشاهد انت صعبان عليا. طبعا كول بالمر لو موجود معاك لغايه دلوقتي اكيد مش من الطبيعي ومن المنطقي ان انت هتبيعه قبل الماتش السهل ده، لكن طلعت انباء، طلعت كلام على ان كول بالمر مصاب، فانت كده كده هتبيعه. ما طلعش انباء، ما طلعش كلام، والراجل اتبدل ما بين الشوطين لاسباب فنيه لا بيع يا باشا. انت مستني تاني اكتر من كده ايه؟ فكر في نفسك بقى، فكر في ماتشات الدبل، فكر في جولات الدبل. لو معكش 3 من نيوكاسل و3 من كريستال بالاس اجري كملهم عادي. ممكن برضو تبيع واحد زي كول بالمر، تجيب حد مثلا من لعيبه السيتي تستعيد بيها للجوله الجايه بتاعت الدبل 33، حتى روجرز مثلا كمان من فرقه استون فيلا، او حتى ساكا من ارسنال، وان شاء الله تبقى تعادل دكه. انت كده كده هتستعد لجوله الدبل 33. ولو عايز بقى تبقى اصيع ممكن تفكر ان انت تبيع واحد زي كول بالمر وتجيب مثلا واحد زي مدوي. الراجل رجع من الاصابه وشارك كبديل في المباراه دهيت وقدر يسجل فيها جونين، وما شاء الله هو بيلعب برضه عند نقطه ضعف واضحه جدا عند ديبس
ابسويتش تاون. لكن يعني فكره ان انت تبيع حد من تشيلسي عشان تجيب حد من تشيلسي عشان ماتش سهل وتشيلسي ما عندهاش دبلات وبلانكات، انا مش بحبذها. الا بقى زي ما اقول لك لو تشكيلتك ما شاء الله محترمه يعني وجايب كل العناصر اللي انت محتاجها في الدبل. بالنسبه لك ده بالمر ده كان اللعيب الخامس اللي انت بتاخد فيه الريسك. اما بقى الاسم اللي بعد كده هو مبويمو، اعتقد انت مبويمو لو معاك ممكن تسيبه عادي جدا. الراجل هيقابل يعني الرديف بتاع ارسنال، يعني ارسنال مش هتلعب بالاساسيين وهتلعب بقى هيبقى فيها روتيشن، وهتلاقي بقى طبعا ارسنال مش واقفه على حيلها، مش مركزه، لسه راجعه من ماتش قوي قدام ريال مدريد، فالدنيا مش لطيفه عند ارسنال. مبويمو يعني واضح كده برضو ان هو يعني نقدر نقول ايه، ارسنال فالها حلو عليه، بينجح في اوقات كتيره وبيعرف يسجل فيها. الراجل ضمن 90 دقيقه مع ضربات الجزاء، انا شايف ان ملوش لازمه ان انت تبيعه. هو اصلا اثبت لنا قبل كده ان الماتشات الصعبه هو بيعرف يتالق فيها، فلو معاك مبويمو تقدر تسيبه مفيش مشكله. انا سهله بعد كده وهي متعلقه، هو انا المفروض يكون معايا 3 من فرقه كريستال بالاس؟ يعني هل لازم مثلا اجيب 3 معايا من كريستال بالاس عشان عندهم دبل؟ وقال عزيزي المشاهد لا، يعني هو الدبل بتاعهم ما يشجعش ابدا، ولكن لاجل ان كريستال بالاس عندها دبل في ال 32 وهيكون عندها دبل في ال 33 غصب عنك لازم يكون معاك 3 من كريستال بالاس. ولو عندك الفرصه، ان انت ما تجيبش حد من دفاع فرقه كريستال بالاس ما تجيبش. فرقه بتلعب من غير دفاع، اعتقد ثنائيه صار وايزي على مستوى خط الوسط وماتيتا في الهجوم هتبقى افضل بكتير. اما بقى نيوكاسل اكيد طبعا يفضل يكون معاك 3، و3 دي لسببين. اول سبب ان ماتشات نيوكاسل سهله وبتلعب على ارضها وسط جماهيرها الماتشين، وتاني سبب لو حضرتك ما معكش الفري هيت في ال 34 فاكيد لازم يكون معاك 3 يسندوك في الجوله ال 34. عايز المشاهد انت لازم يكون معاك 3 من كريستال بالاس و3 من فرقه نيوكاسل. طيب بكده فقره نصايحنا تكون خلصت. اعتقد ان انا شايف ان انا غطيت لكم كل الجوانب اللي ممكن تسالوا فيها، وما اعتقدش ان في حاجه تانية ممكن نتكلم فيها. تعالوا نبدا بقى مع الفقره الثانيه عندنا في حلقتنا النهارده، وفقره توقعاتنا للماتشات، ونشوف مين هيكسب مين هيخسر وابرز الاحداث اللي ممكن تحصل في ماتشات الجوله دي. والمباراه الاولى عندنا هي المباراه هتجمع ما بين مانشستر سيتي وفرقه كريستال بالاس. المباراه دي بتتلعب على ارض وسط جماهير فرقه مانشستر سيتي. تاريخ المواجهات اللي بيجمع ما بين فرقتين عزيزي المشاهد كبير، وطبعا بيميل صالح مانشستر سيتي. اغلب المواجهات اللي بتجمع ما بين فرقتين عزيزي المشاهد ما بيكونش فيها اي كلين شيت، ودايما تتميز بالاهداف الكتير، ودايما تتميز بالنديه والاثاره. وخليني ازيدك من الشعر بيت عزيزي المشاهد ان فرقه كريستال بالاس عمرها ابدا ما بتعرف تنجح ان هي تكسب فرقه مانشستر سيتي على ارضها ووسط جماهيرها في ملعب الاتحاد، خصوصا يعني في الفتره الاخيره بالذات. كل من الفرقتين وكل من الاثنين مدربين عندهم مشاكل كتير. سيتي طبعا مشاكله معروفه، جودة اللعيبة زي الزفت، اللعيبة مش مركزة، مستوى الفرقة كله أي كلام، دفاعات تعبانة وإيدك منها في الأرض، غياب هالاند برغم إنه ما كانش مقدم أفضل أداء ليه ولكن برضه غيابه مؤثر. على الناحية التانية فرقة كريستال بالاس مع جلازنر طبعا واضح كده إن في غيابات كتير هتكون موجودة على مستوى خط الدفاع، هتعمل مشاكل كبيرة جدا لكريستال بالاس. كل من الفرقتين عايزين المشاهد بيتميزوا بالتحولات الهجومية السريعة والاندفاع الهجومي. مباراة في الأغلب هتكون مفتوحة فيها أهداف كتير ما فيهاش كلين شيت، ولكن أعتقد في الآخر هنشوف السيتي بيكسب المباراة دي. مش هتفاجئ لو شفتها بتكسب سكور كمان، يعني المباراه دي ممكن تنتهي مثلا بنتيجه 3-2 4-2 لصالح السيتي ان شاء الله. اما المباراه اللي عندنا بعد كده هي المباراه تجمع ما بين فرقه برايتون وفرقه ليستر سيتي. المباراه دي بتتلعب على ارض ووسط جماهير فرقه برايتون. تاريخ المواجهات اللي بيجمع ما بين الفرقتين عايزين المشاهد مش كبير قوي، ولكن تاريخيا كان بيميل لصالح فرقه ليستر سيتي. واغلب المواجهات اللي بتجمع ما بين الفرقتين تتميز بالاهداف الكتير وما بيكونش فيها كلين شيت. لكن خليني اقول لك عايزين المشاهد ان الكلام ده كان تاريخيا، لان في اخر 4 سنين المواجهات اللي جمعت ما بين الفرقتين فرقه ليستر سيتي ما عرفتش تكسب فرقه برايتون ابدا، لا على ارضها ولا بره ارضها. صحيح برايتون بيقودها واحد زي هازلر، الراجل متخبط، الراجل مش عارف يرسى على تشكيله، مش عارف يمسك اداء ويمسك مستوى، ولكن على الناحيه الثانيه هو بيقابل ليستر سيتي المنتهيه، وده مش بكلامنا احنا، ده بكلام مدربه فان ستيلوي، الراجل اللي تقريبا رفع الرايه البيضاء خلاص، والفرقه تقريبا بنسبه كبيره استسلمت لفكره الهبوط. يعني بصراحه الفرقه حالها مزري، لكن على الناحيه الثانيه يعني الدنيا مش ورد برده قدام برايتون. هازلر بصراحه عنده برده غيابات كتير على مستوى خط الدفاع. رازون فان هيكي الراجل اللي انطرد الجوله اللي فاتت، مباراه صعبه وقويه ويعني خارج التوقعات بصراحه، لكن اكيد بالمؤكد يعني هنشوف فرقه برايتون بتكسب مباراه زي ديت على اقل تقدير بنتيجه 2-1 3-2 في الحدود دي. اما المباراه عندنا بعد كده هي المباراه تجمع ما بين فرقه ايفرتون ونوتنجهام فورست. المباراه بتتلعب على ارض وسط جماهير فرقه نوتنجهام فورست. تاريخ المواجهات اللي بيجمع ما بين الفرقتين عايزين المشاهد مش كبير، ولكن بيميل شويه لصالح فرقه ايفرتون. واغلب المواجهات اللي بتجمع ما بين الفرقتين عايزين المشاهد مميزه، لان اللي بيقدر يكسب في المباراه ديت في الاغلب بيقدر يطلع فيها كلين شيت. عزيزي المشاهد الحق يقال ان قبل الموسم الاسطوري اللي بتقدمه فرقه نوتنجهام الموسم ده نقدر نقول ان كان فرقه ايفرتون كعبها على فرقه نوتنجهام، خصوصا لما بتروح تلعب نوتنجهام على ارضها وسط جماهيرها في عقر درجه. كانت عادي جدا تقدر تكسب فرقه زي فرقه نوتنجهام، ده لدرجه يا مؤمن ان في اخر 3 سنين المواجهات اللي جمعت ما بين الفرقتين اول فوز لفرقه نوتنجهام على فرقه ايفرتون كانت المباراه اللي جمعت ما بينهم في النص من الموسم. فانا عارف انت لسان حالك دلوقتي بتقولي لا 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 الموضوع دلوقتي اختلف ده نونو سانتوس ونوتنجهام موجودين في التوب 4 وهيلعبوا السنه الجايه في الشامبيونز ليج والمنظومه الدفاعيه القويه المهلبيه. لا لا
كان بالفرق ده مش هيحصل تاني. عايزين المشاهد الموضوع برده مثير للقلق، بتتكلم على فرقه دلوقتي بتفقد هدافها ونجمها الاول وهو كريس وود، الراجل لغايه دلوقتي مش عارفين موقفه من الاصابه هيبقى عامل ازاي. مش كده وبس، كمان إيلانجا يتبدل ما بين الشوطين في الجوله اللي فاتت في ماتشهم قدام استون فيلا ويخرج للاصابه، وغياب اولي اينا كمان على مستوى خط الدفاع. فايه ايه يا نونو سانتوس، اسلحتك بدات تتساقط واحد ورا الاخر. كل الادوات اللي كان بيقدر يعتمد عليها واحد زي نونو سانتوس في التحولات الهجوميه او في منظومته الدفاعيه كلها تقريبا مصابه، وان حرفيا من ساعه غياب كريس وود لغايه دلوقتي الراجل بقى بيعاني هجوميا. دفاعيا بانت اكتر الجوله اللي فاتت مع غياب اولي اينا. فلو انت فاكر عزيزي المشاهد المباراه دي هتكون مباراه سهله على نوتنجهام، ابسولوتلي نوت عزيزي المشاهد، مش هتفاجئ ان انا اشوف نوتنجهام بتعاني الجوله، خصوصا بقى ان على الناحيه الثانيه تقابل فرقه زي فرقه ايفرتون واقفه على رجليها مع ديفيد مويس، وحرفيا بتقدم اداء كويس جدا الفتره الاخيره بقياده هدافها ونجمها الاول ببيتو، راجل بيتو اللي مكسر الدنيا. طبعا بقى الاهم من كل ده عوده نضاي. عشان كده عزيزي المشاهد مش عارف هتصدقني ولا لا، اعتقد ان انا ممكن اشوف فرقه ايفرتون بتعمل جيم كويس جدا قدام نوتنجهام، واعتقد على اقصى تقدير ممكن تشوف المباراه دي بتنتهي بالتعادل ما بين الفرقتين 1-1 بقى 2-2 في الحدود دي. المباراه اللي عندنا بعد كده هي المباراه اللي هتجمع ما بين فرقه استون فيلا وفرقه ساوثهامبتون. المباراه دي بتتلعب على ارض وسط جماهير فرقه ساوثهامبتون. تاريخ المواجهات اللي بيجمع ما بين الفرقتين عزيزي المشاهد كبير الى حد ما، وبيميل شويه هبابه لصالح فرقه استون فيلا. وخليني اصدمك عزيزي المشاهد واقول لك ان واحده من الفرق اللي بتعاني دايما قدامها فرقه استون فيلا هي فرقه ساوثهامبتون. انت متخيل الفرقه اللي ضمنت الهبوط خلاص؟ ما تفهمش استون فيلا مع اوناي امري بيحصل لها ايه قدام ساوثهامبتون، خصوصا اكتر بقى في الماتشات اللي بتلعبها قوي في ملعب وارض وسط جماهير ساوثهامبتون. طبعا بقى استون فيلا داخله الجوله ديت هي واوناي امري واخدين على قفاهم وبيشلوه بعد ما خسروا بالثلاثيه قدام باريس سان جيرمان. احلام ان هم يكملوا في البطوله ويروحوا بعيد كلها تلاشى. ومهما كان الاداء المميز اللي بيقدمه اوناي امري مع استون فيلا الموسم ده الا انه ليه سقف عزيزي المشاهد، وكان واضح فرق الامكانيات كبير جدا ما بين استون فيلا وباريس سان جيرمان. واعتقد ان كده بقى واضح للقاسي والداني ان استون فيلا هتخرج على ايد باريس سان جيرمان. ولو كنت فاكر عزيزي المشاهد ان المباراه دي هتكون مباراه سهله لاستون فيلا، انت غلطان عزيزي المشاهد. هتقول لي ما هو خلاص ساوثهامبتون ضمنت الهبوط، حتى المدرب اللي كانوا جايبينهم مشي وسابهم. وده الادعى عزيزي المشاهد ان الماتش ده على ارضهم وسط جماهيرهم، عايزين يصالحوا جماهيرهم ويعتذروا لهم على الموسم السيء اللي قدموه. اللعيبه بقى نفسيتها هتتغير مع مدرب جديد، اللعيبه تخلصت خلاص من الضغوط اللي عليها بعد ما ضمنوا الهبوط خلاص. وطبعا ده ممكن يديلهم فرصه ان هم يلعبوا ويحاولوا يأدوا قدام فرقه ممكن تكون في الاغلب داخله عامله روتيشن، وطبعا جايه منهكه من ماتش كبير قدام باريس سان جيرمان. خلينا ازيدك من الشعر بيت عزيزي المشاهد ان اغلب الماتشات الاخيره الفتره الاخيره لعبتها ساوثهامبتون على ارضها وسط جماهيرها في الاغلب كانت بتأدي فيها. مباراه قويه، مباراه هتكون صعبه. عندي احساس ان انا مش هتفاجئ ان انا اشوف ساوثهامبتون بتكسب مباراه زي دي، او على اقل تقدير تتعادل مع فرقه استون فيلا، خصوصا لو اوناي امري قرر يعمل روتيشن غبي. ولكن المنطق بيقول ان انا ممكن اشوف استون فيلا بتكسب مباراه زي دي. ولكن لو كنت عشمان ان استون فيلا هتسجل اكتر من جون في المباراه فانت غلطان، لان المباراه دي لو خلصت لصالح استون فيلا ففي الاغلب هتخلص لصالح نتيجه 1-0. اما المباراه اللي عندنا بعد كده هي المباراه تجمع ما بين ارسنال وفرقه برينفورد، بتتلعب على ارض وسط جماهير فرقه ارسنال في ملعب الامارات. تاريخ المواجهات اللي بين الفرقتين عزيزي المشاهد مش كبير، ولكن طبعا اكيد بيميل صالح فرقه ارسنال. حق يقال عزيزي المشاهد ان دايما الماتشات اللي بتجمع ما بين الفرقتين دايما تتميز بالنديه والاثاره والقوه، وان حرفيا واحد زي توماس فرانك بيكون يعني خصم غبي ورخم خصوصا لما بيروح يلعب ارتيتا. ولكن حق يقال بصراحه يعني ارتيتا وارسنال بقى بيعرف يلعب توماس فرانك وفريق برينفورد. من الاكيد والمؤكد عزيزي المشاهد ان فريق برينفورد عمرها ابدا في تاريخها لغايه دلوقتي ما عرفتش تكسب فرقه ارسنال على ارضها وسط جماهيرها ابدا. عزيزي المشاهد احنا هنا ما عندناش مشكله مع فريق برينفورد، وتوماس فرانك هيلعب ازاي، مين هيكون اساسي، طريقه اللعب هتبقى عامله ازاي، كل الكلام ده مش بتاعنا. احنا الكلام اللي يخصنا الناحيه الثانيه مع ارتيتا وارسنال، الفرقه اللي عايشه الحلم ومصدقاه لغايه دلوقتي بعد ما قدرت تكسب ريال مدريد بنتيجه 3-0 في ليله كانت اشبه بالمعجزه عزيزي المشاهد، في ليله تقمص فيها ديكلان رايس شخصيه روبرتو كارلوس او واحد زي جونينهو عزيزي المشاهد. طبعا بقى احلام ارتيتا وارسنال دلوقتي كبرت جدا. صحيح هو خلاص فقد الامل والمنافسه على موضوع الدوري الانجليزي وان هو يكسب الدوري الانجليزي، ولكن بقى عنده حلم اهم انه يكسب الشامبيونز ليج. مش هستبعد ومش هنقدر نلومه لو كان تفكيره كله منصب على المواجهه الجايه بتاعت ريال مدريد في البرنابيو. مش بعيده تلاقيه ناس بروتيشن عنيف قدام فرقه برينفورد، مش بس عشان بيستعد للمواجهه الجايه قدام ريال مدريد، لا خوفا من الاصابات عزيزي المشاهد اللي ضربت الفرقه بشكل غريب جدا الموسم ده. اما تلاقي فرقه زي فرقه ارسنال بكم الغيابات والاصابات الموجوده في صفوفها وتلاقيها في المركز الثاني في الدوري الانجليزي وعلى قاب قوسين او ادنى ان هي تحقق بطوله زي بطوله الشامبيونز ليج، فلا لازم نرفع القبعه بصراحه لارتيتا. وطبعا زمان لسان حال انشيلوتي دلوقتي يقول لك يعني انت عم الحاج عمال تبني في المشروع بتاعك بقاله 5 سنين جاي تشطبه على قفايا دلوقتي. مباراه صعبه وقويه ومش هتكون سهله ابدا عزيزي المشاهد، ومش هتفاجئ لو شفت المباراه دي بتنتهي بالتعادل ما بين الفريقين. اعتقد الماتش
ده ميته يخلص مثلا بنتيجه 1-1 2-2 في الحدود دي على اقصى تقدير. اما المباراه اللي عندنا بعد كده هي المباراه اللي تجمع ما بين تشيلسي وابسويتش تاون، برضه بتلعب على الارض ووسط جماهير فرقه تشيلسي في الستانفورد بريدج. تاريخ المواجهات اللي بيجمع ما بين الفرقتين عايزين المشاهد مش كبير، وطبعا بيميل صح فرقه تشيلسي، واغلب المواجهات اللي بتجمع ما بين الفرقتين عايزين المشاهد في اغلبها ما بيكونش فيها كلين شيت. طبعا كل من الفرقتين عايزين المشاهد بيمتلك ريكورد غريب جدا، وكل من الفرقتين لما بيلعب الثاني بيكسب على ارضه ووسط جماهيره، يعني بيلعب على ارضه ووسط جماهيره هو اللي بيكسب. وطبعا كلنا شفنا في النص الاولاني من الموسم فرقه ابسويتش تاون عملت الجلاشه مع فرقه تشيلسي وقدرت تكسبها بنتيجه 2-0. تقول لي اهي سهله يا بوب، خلاص بقى يبقى كده تشيلسي اللي هتكسب. عايز المشاهد لما تيجي تبص كده على اخر الارقام والاحصائيات بتاعت فرقه زي فرقه ابسويتش تاون هتتفاجئ ان فرقه زي فرقه ابسويتش تاون الفتره الاخيره نتائجها السيئه بقت على ارضها ووسط جماهيرها، واغلب النتائج الكويسه بتاعتها بره ارضها. ده لاجل حظ تشيلسي بصراحه وانزو ماريسكا. وطبعا المهاجم بتاعهم العتيد ديلاب، الراجل عايش حاله من الاستفاقه بعد ما شاف كل فرقه الدوري الانجليزي البريمير ليج بتتخانق عليه. الراجل بقى مستوى كويس وبقى بيحاول يسجل كتير. الناحيه الثانيه فرقه تشيلسي حالها مزري بصراحه، ما تقنعنيش ان فرقه زي فرقه تشيلسي بتفقد نجمها وهدافها الاول لعدم التركيز ونزول مستواه بشكل غريب وهو كول بالمر، والفرقه دي هتبقى واقفه على رجليها لان كول بالمر بالنسبه لتشيلسي هو رمانه خط الميزان بتاع خط الوسط بتاعها. طبعا تشيلسي المفروض ان هي بتحاول تحافظ على حظوظها للبقاء ضمن على الاقل مثلا مراكز التوب 5 المؤهلين تشامبيونز ليج الموسم الجاي، لكن في ظل طبعا غياب كول بالمر عن التهديف وغياب مستواه اللي احنا عارفينه ووجود المعتوه اللي اسمه جاكسون في الهجوم، يعني حال الفرقه مزري بصراحه. طبعا على الناحيه الثانيه ابسويتش تاون مع ماكينا بنسبه كبيره ضمنت الهبوط خلاص الموسم الجاي، دي ما فيهاش كلام خلاص. هي وولفرهامبتون بعدت عنها بشكل كبير، فمش هتفاجئ ان انا اشوف تشيلسي بتكسب المباراه دي، لكن هو الاكيد ان انا مش هشوف تشيلسي بتكسب المباراه دي بسهوله، وان عادي جدا اشوف تشيلسي بتعاني الجوله دي. واعتقد ان الماتش ده ميته يخلص بنتيجه 2-1 صالح فرقه تشيلسي. اما المباراه اللي عندنا بعد كده هي المباراه اللي هتجمع ما بين فرقه ليفربول وويست هام، برضه تتلعب على الارض وسط جماهير فرقه ليفربول في الانفيلد. تاريخ المواجهات اللي بيجمع ما بين الفرقتين عايزين مشاهد كبير، وطبعا بيميل باكتساح صالح فرقه ليفربول. خليني اقول لك عايزين مشاهد ان من احد افضل الانديه اللي بيحب فرقه ليفربول يلعبها وخصوصا في الانفيلد هي فرقه ويست هام، ولا انا في النص الاولاني من الموسم عبره بعد ما شفنا فرقه ليفربول تقسو على فرقه ويست هام وتغلبها بالخمسه. صحيح دي كانت في العهد الباقي بتاع لوباتيجي، لكن في عهد جرام بوتر ما فرقتش كتير. الراجل اللي بيقدم مع فرقه ويست هام مستوى مزري بصراحه، والراجل لا نافع هجوميا ولا نافع دفاعيا، خصوصا ما يبقى ماسك فرقه بيدربها ملهاش مهاجم، فهيبقى حالها عامل ازاي؟ الناحيه الثانيه اكيد طبعا هتقول لي ما ليفربول مقدمه اداء سايبه لها كام جوله، وخصوصا كمان بعد خسارتها قدام باريس سان جيرمان وخرجت من الشامبيونز ليج والكاس قدام نيوكاسل. ليفربول مش شايفها قدامها معميه بصراحه. لا عايزين المشاهد الموضوع دلوقتي مختلف جدا. نتكلم المباراه دي هتكون في الانفيلد على ارض وسط جماهير فرقه ليفربول، ده اول هام بالنسبه لنا، وتاني هام مع قرب الانتهاء من موضوع التجديد مع فيرجيل فان دايك ومحمد صلاح، فالاجواء كلها هتبقى فيستيفال بقى، خلاص بيستعدوا بقى لنهايه الموسم، هيكسبوا بطوله البريمير ليج وهيجددوا لمحمد صلاح وفيرجيل فان دايك. طبعا كل من الاثنين بعد ما يتم التجديد معاهم التعاقد بتاعهم هيكونوا عايزين يقدموا افضل مستوى ليهم، فمش بعيده نشوف فرقه ليفربول بترجع للتالق مره اخرى من الجوله دي. عشان كده مش هتفاجئ ان اشوف مباراه زي دي بتنتهي لصالح فرقه ليفربول على تقدير بنتيجه 3-0 4-0 في الحدود دي. احتفاليه بقى صلاح وفيرجيل فان دايك يحتفلوا مع الجمهور بحلاوه التجديد بتاعهم بقى. اما المباراه عندنا بعد كده هي المباراه اللي هتجمع ما بين فرقه توتنهام وفرقه وولفرهامبتون، النهارده بتتلعب على ارض وسط جماهير فرقه وولفرهامبتون. تاريخ المواجهات اللي بيجمع ما بين فرقتين عايزين مشاهد مش كبير، نقدر نقول ما حدش فيهم كعبه على الثاني، واغلب المواجهات اللي بتجمع ما بين الفرقتين دايما تتميز بالنديه والاثاره والقوه وما بيكونش فيها كلين شيت. عايزين المشاهد انا عايز اقول لك فرقه توتنهام للاسف حالها بقى مزري قوي الموسم ده مع انجي بوستوكوغلو. نقدر نقول ان الفرقه تقريبا ماتت اكلينيكيا، خلاص بقت مستبيعه، مش بتدور في الدوري الانجليزي على حاجه، كل اهتمامها وكل تفكيرها منصب على البطوله الاوروبيه اللي بتلعب فيها، لان حرفيا احراز البطوله دي مع انجي بوستوكوغلو ده هيكون طوق النجاه بالنسبه له، مش بالنسبه له بس، بالنسبه ليه وللنادي وداني ليفي طبعا رئيس النادي. لكن للاسف حتى البطوله ديت اللي بيحاول انجي بوستوكوغلو مع فرقه توتنهام يركزوا فيها وبيعمل روتيشن عشان خاطرها، لانه حقق نتيجه سيئه جدا قدام فرقه فرانكفورت في الجوله اللي فاتت وتعادل معاهم ايجابيا 1-1 وهيروحوا يلعبهم هناك في المانيا. عايزين المشاهد احوال توتنهام لا تسر عدو ولا حبيب، وفوق بقى كل ده كمان تحط عليهم ان هم رايحين يقابلوا فرقه زي فرقه وولفرهامبتون، الفرقه اللي المفروض اصلا فرقه توتنهام بتعاني قدامها من غير حاجه، يعني حتى توتنهام لو ما عندهاش مشاكل هي بتعاني قدام فرقه وولفرهامبتون اصلا. لدرجه خليني اقول لك ان اخر فوز حققته فرقه توتنهام على وولفرهامبتون كان من 3 سنين. عايزين مشاهد انت متخيل بقى. على الناحيه الثانيه وولفرهامبتون ضمنت البقاء بنسبه كبيره جدا في البريمير ليج الموسم الجاي، وطبعا شايفين المدرب الجديد بريرا مقدم اداء مميز جدا مع الفرقه لغايه دلوقتي. طبعا الشيء المميز اللي هيكون في انتظار فرقه وولفرهامبتون الجوله ديت هو
وعوده طبعا كونيا معاهم بعد الايقاف، لان الحقيقه عايزين مشاهد يعني العوده ديت يعني مش مبسوط منها قوي، خصوصا بعد ما كونيا عمل مشاكل جدا كبيره مع النادي ومع بريرا بعد التصريحات اللي قالها بانه بيفكر انه يروح لنادي كبير وانه عايز ينافس على القاب والبطولات. وضع النادي ووضع بريرا في موقف محرج. يعني ايه يعني احنا معناها احنا فرقه قليله مثلا؟ وطبعا كونيا لغايه دلوقتي عماله بيجي له بعض العروض وخصوصا من انديه من جوه الدوري الانجليزي اللي بنسبه كبيره غالبا ممكن يمشي عن الفريق في الانتقالات الصيفيه. ما اعرفش بصراحه، هو بريرا ممكن يتغاضى عن كل اللي حصل ده ويرجعه تاني للتشكيله الاساسيه؟ والاهم، هل الجماهير هتكون راضيه عليه بعد التصريحات اللي قالها؟ يمكن كل ده ما يهمنيش عايزين المشاهد، لانه الفرقه اللي بينافسوها او بيقابلوها الجوله ديت هي فرقه توتنهام. عشان كده عايزين المشاهد انا مش هتفاجئ لو شفت المباراه دي بتنتهي بالتعادل ما بين الفرقتين على اقل تقدير بنتيجه 2-2. اما بقى عندنا بعد كده المباراه هتجمع ما بين مانشستر يونايتد وفرقه نيوكاسل، برضه تتلعب على ارض وسط جماهير فرقه نيوكاسل في السان جيمس بارك. تاريخ المواجهات اللي بيجمع ما بين الفرقتين عايزين مشاهد كبير، وطبعا بيمين صح مانشستر يونايتد، لكن زي ما انت عارف الجمله دايما اللي بقولها لك بعد كده هي تاريخيا، عشان يعني لو حضرتك مش عارف عايزين المشاهد في ان في اخر 6 مواجهات جمعت ما بين الفرقتين مانشستر يونايتد قدرت تكسب فرقه نيوكاسل مره واحده بس. مش كده بس، واغلب المواجهات اللي بتجمع ما بين الفرقتين فرقه نيوكاسل بتعرف تكسب فرقه زي فرقه مانشستر يونايتد وتطلع كمان قدامها كلين شيت، على اساس مثلا ان انا هتفاجئ يعني واقول لك لا اوعى واليونايتد هيكسب ومش عارف ايه. طبعا بالرغم من اليونايتد يعني جابوا مدرب جديد ابو ريم ونقدر نقول بدا هبابه نشوف منه حاجه، لكن طول ما احنا عندنا المتخلف اللي اسمه اونانا في حراسه المرمى والله ما احنا نافعين ببصل. اليونايتد هو ما عندوش يعني عمق في التشكيله بتاعته نقدر نقول يعمل روتيشن والكلام ده، هي تشكيله واحده عمال يلعب بيها في كل البطولات. وطبعا هم لسه لاعبين في بطوله اليوروبا ليج في ماتش صعب قدام ليون، ورايحين يلعبوا دلوقتي نيوكاسل بقى بايزاك والعالم اللذيذ اللي انت عارفها دي وجوردن لو رجع. مش محتاج اقول لك ان دايما زيارات مانشستر يونايتد لفرقه نيوكاسل على ارضها وسط جماهيرها دايما بتكون زيارات سيئه جدا، وان مانشستر يونايتد ما بتعرفش تكسب نيوكاسل على ارضها وسط جماهيرها ابدا في الفتره الاخيره. وطبعا اكيد كل الناس اللي اتفرجت على ماتش مانشستر يونايتد في اليوروبا ليج شافت قد ايه ان مستوى الفرقه ده مزري بصراحه. يعني ده لولا ستر الله ان ليون ديت مستواها مزري هي كمان، ده كان نص الفرص اللي جت لليو قدام اونانا ومانشستر يونايتد كان زمانها اتخلصت اجوان وكان زمان الماتش ده خلصان سكور كمان لصالح فرقه ليون. دي مش هتفاجئ انا مش هتفاجئ ان انا اشوف فرقه نيوكاسل بتكسب مباراه زي ديت وتطلع برضو فيها كلين شيت كمان، واعتقد الماتش ده ميته يخلص مثلا 1-0 2-0 صالح فرقه نيوكاسل. امر لله، عامل ايه اضحك عليكم انا واضحك على نفسي. اما بقى عندنا بعد كده هي المباراه هتجمع ما بين فرقه بورموث وفرقه فولهام، المباراه بتتلعب على ارض وسط جماهير فرقه بورموث. تاريخ المواجهات اللي بيجمع ما بين الفرقتين عايزين المشاهد مش كبير، ونقدر نقول ما حدش فيهم كعبه على الثاني، واغلب المواجهات اللي بتجمع ما بين الفرقتين دايما تتميز بالنديه والاثاره والقوه وبيكون فيها اهداف كتير وما بيكونش فيها اي كلين شيت. حق يقال عايزين المشاهد ان كل من الفرقتين صيف وخلاص، مش عايزين حاجه من الدوري، كل اللي بيطلبوه وبيتمنوه هي الستر والصحه والسلامه للعيبه لا اكتر ولا اقل. طبعا فرقه فولهام كانت على الله حكايتها الفتره الاخيره لولا الانتعاشه اللي جات لها بعد ما قدرت تكسب فرقه زي فرقه ليفربول، زمانها بقى حاسه بنفسها دلوقتي. على الناحيه الثانيه فرقه زي فرقه بورموث مع راولا كانت مقدمه اداء كويس جدا، بس للاسف حالها اتدحضر الفتره الاخيره بالغيابات والاصابات اللي حصلت في الصفوف، لكن نقدر نقول ان راولا بدات تبقى عنده انفراجه الجوله دي، خصوصا بعد ما تمت رؤيه واحد زي كلورفيت في التدريبات اللي هي في الجيم. الله اعلم هو رجع للتدريبات الجماعيه ورجع للتدريبات على عشب مع الفرقه ولا لا، ولكن نقدر نقول في الاغلب خلاص كلورفيت رجع للتدريبات مره اخرى وممكن يرجع يشارك مع الفرقه. اكيد ده واحد يعتبر من اهم الحلول اللي كان بيعتمد عليها راولا الفتره الاخيره. عزيزي المشاهد ان الفتره الاخيره فرقه فولهام مع ماركو سيلفا حرفيا بتعاني قدام فرقه بورموث لما بتقابلها، خصوصا في الماتشات اللي بتلعب على ارض وسط جماهير فرقه بورموث، وان في اخر 6 مواجهات جمعت ما بين الفرقتين فرقه فولهام كسبت فرقه بورموث مره واحده بس. عشان كده مش هتفاجئ ان انا اشوف فرقه بورموث بتكسب المباراه ديت، وعلى اقل تقدير الماتش ده ميته يخلص مثلا بنتيجه 2-1 صالح فرقه بورموث. طبعا عندنا بعد كده المباراه تجمع ما بين فرقه نيوكاسل وكريستال بالاس، المباراه بتتلعب على ارض وسط جماهير فرقه نيوكاسل. تاريخ المواجهات اللي بيجمع ما بين الفرقتين عايزين مشاهد كبير ويميل باكتساح صح فرقه نيوكاسل. مش كده وبس، ده في الفتره الاخيره فرقه كريستال بالاس ما عرفتش تكسب ابدا فرقه نيوكاسل على ارض وسط جماهيرها. خليني ازيدك من الشعر بيت اصلا عايزين مشاهد ان اخر 6 مواجهات جمعت ما بين الفرقتين كريستال بالاس نجحت تكسب فرقه نيوكاسل مره واحده بس. ولو عايزني اقول لك ان فرقه نيوكاسل كعبها على فرقه كريستال بالاس، ففعلا فرقه نيوكاسل كعبها على فرقه كريستال بالاس لدرجه ان هي بتقدر تكسبها وتطلع كلين شيت كمان قصادها. طبعا جلاسنر زي ما اتكلمنا عليه في ماتش قدام السيتي هيكون عنده نفس المشاكل اللي هيقابلها قدام نيوكاسل، وغياب خط الدفاع بنسبه كبيره، ونقدر نقول هو خط الدفاع كله هيكون غايب اما للاصابه او الايقاف. على الناحيه الثانيه اعظم المباريات اللي بتقدمها فرقه نيوكاسل بتبقى على ارضها وسط جماهير. كريستال بالاس الفتره الاخيره كانت اقوى الماتشات اللي بتقدمها على مستوى الدفاعي بتكون بره ارضها، لكن كريستال بالاس داخله الجوله ديت بدون اي قلب دفاع. ده منطره جويه الجوله اللي فاتت والحاج لروا الراجل اتصاب برضه على مستوى الراس. مش هستبعد ان انا اشوف مباراه زي ديت بتنتهي لصالح فريق نيوكاسل، يعني على اقل تقدير بنتيجه 2-0. طيب نيجي للفقره اللي عندنا بعد كده، وهي فقره اهم اللعيبه المتوقع تالقها ولازم تكون معانا في التشكيله بتاعتنا.
ماتش السيتي وكريستال بالاس انا اعتقد من ابرز الاسماء اللي ممكن نشوفها من مانشستر سيتي بتتالق في مباراه زي ديت. اعتقد واحد زي مرموش، طبعا الراجل بالغيابات والاصابات الموجوده في دفاعات كريستال بالاس عادي جدا نشوفه بيعمل حاجه. تافينو الراجل طبعا بعد ما كان روتيشن الجوله اللي فاتت قدام مانشستر يونايتد وما لعبش ولا دقيقه، ففي الاغلب الراجل ده هيكون اساسي في المباراه دهيت، والراجل بصراحه الفتره الاخيره مقدم اداء مميز جدا. اما بقى الناحيه الثانيه من فريق كريستال بالاس اعتقد هو الاسم الاوضح والابرز ونقدر نقول اللي موثوق فيه بنسبه كبيره، نشوفه بيسجل وهيكون ماتت. الراجل بيعرف يسجل في شباك مانشستر سيتي بصراحه. اما المباراه اللي بعد كده هي مباراه برايتون وليستر سيتي، اعتقد من ابرز الاسماء اللي ممكن نشوفها من فرقه برايتون بتسجل في المباراه ديت، وخصوصا بعد ما كان روتيشن الجوله اللي فاتت وكان قاعد على الدكه. واحد زي جواو بيدرو عادي جدا ممكن يكون على موعد للتالق الجوله دي قدام فرقه منتهيه دفاعيا زي فرقه ليستر سيتي. عادي ايه المانع من طه لو كان اساسي برده في المباراه في الجوله ديت، ممكن برده نشوفه بيتالق وبيعمل حاجه. الناحيه الثانيه سيتي اعتقد هو الاسم الابرز والاهم والاوضح نقدر نقول اللي عنده القدره انه يسجل في فرقه برايتون، وهو هيكون جيمي فارد. ممكن يكون يساعده في حاجه زي كده واحد زي غياب مثلا فان هيكل اضطر. بقى مباراه نوتنجهام وايفرتون، اعتقد نوتنجهام ممكن يكون الاسم الابرز طبعا في حال غياب إيلانجا وكريس وود الراجل ما رجعش والكلام ده. ممكن يكون مورجان جيبس وايت عنده فرصه نشوفه بيعمل حاجه الجوله ديت. والناحيه الثانيه فرقه ايفرتون يعني اعتقد بنسبه كبيره واحد زي نيداي ممكن نشوفه بيعرف يسجل في مباراه زي ديت. ليه لا برضه عبد الله دوكوري ممكن يكون برضه عنده فرصه كويسه جدا نشوفه بيعمل حاجه الجوله دي. بقى مباراه ساوثهامبتون واستون فيلا، اعتقد من استون فيلا ابرز الاسماء اللي ممكن نشوفها بتسجل في مباراه زي ديت واحد زي مالم، بحكم ان الراجل ممكن يكون هو الاضمن ان احنا نشوفه الجوله ديت بيلعب كاساسي، وهو برضه بيلعب في الجنب اللي فيه نقطه ضعف واضحه جدا عن فرقه ساوثهامبتون. وروجرز لو راجل شارك كاساسي في المباراه دهيت ممكن برضه نشوفه بيعمل حاجه. الناحيه الثانيه ساوثهامبتون مش فارقه كتير. اما بقى مباراه ارسنال وبرينفورد، اعتقد من الاسماء الواضحه من فرقه برينفورد ويزا بنسبه كبيره ممكن نشوفه بيسجل في مباراه زي ديت. لا امبويمو ممكن برضه مش بعيده. ارسنال بحكم احنا مش عارفين مين هيكون اساسي ومين هيكون دكه، ولكن مارينو ممكن نشوفه بيخطف حاجه. صارد لو لعب كمهاجم ممكن ليه لا. اما بقى مباراه تشيلسي وابسويتش تاون، اعتقد من ابرز الاسماء اللي ممكن نشوفها بتسجل مباراه تشيلسي او من جانب تشيلسي واحد زي مدويكي، ممكن برضه نيتو لو لعب على مستوى خط الوسط، يعني لو طلع كوبا من مصاب او ما لعبش المباراه دي كاساسي ولعب تحت جاكسون. ثانيه ديلاب اعتقد هو ابرز الاسماء اللي ممكن نشوفها بتسجل من فرقه ابسويتش تاون. ليفربول وويست هام طبعا الكينج مو النادي المفضل بالنسبه له هو ويست هام، فاكيد هنشوف محمد صلاح بيسجل في مباراه زي ديت. كودي جاكبو ممكن يكون برضه على موعد الجوله دي نشوفه بيرجع للتالق ويسجل في مباراه زي دي. الناحيه الثانيه الوحيد اللي ممكن يكون قادر انه يسجل من فرقه ويست هام هو جارود بوي. هيقدر يسجل ولا لا الله اعلم، بقى على حسب الظروف بقى بتاعت ويست هام هتبقى عامله ازاي. بقى من مباراه ولفرهامبتون وتوتنهام، اعتقد من ابرز الاسماء اللي ممكن نشوفها بتسجل من فرقه ولفرهامبتون اكيد وهو متالق الفتره الاخيره واحد زي لارسن، ممكن بلجراد نشوفه بيخطف برضه حاجه. اما بقى من فرقه توتنهام ممكن يكون الاسم اللي ممكن نشوفه بيعمل حاجه في مباراه زي ديت ممكن يكون واحد زي جون. اما بقى نيوكاسل ومانشستر يونايتد، اعتقد من نيوكاسل مش محتاجه كلام، يعني اكيد واحد زي ايزاك ربنا ينفخ في صورته ممكن نشوفه بيعمل حاجه. ميرفي برضه ممكن يكون على موعد الجوله دي نشوفه برضه بيعمل حاجه وبيكمل في التالق بتاعه. اما بقى الناحيه الثانيه مانشستر يونايتد هو الاسم الابرز اللي ممكن نشوفه بيعرف يعمل حاجه، وده اللي بيفهم فيهم هو برونو فرنانديز، لكن اكيد موقفه هيكون صعب الجوله ديت مش بالسهوله اللي احنا متخيلين. صحيح مع الانباء اللي بتتكلم على عوده عماد ديالو مره اخرى للتدريبات، ولكن هو اكيد مش هيشارك دلوقتي. اما بقى مباراه بورموس وفولهام، اعتقد واحد زي سيمينيو ممكن نشوفه برضه بيعمل حاجه الجوله ديت، واحد زي ايفينيلسون. الناحيه الثانيه فولهام مونيز طبعا راجل متالق الفتره الاخيره برضه عادي جدا نشوفه بيسجل، يعني اعتقد دي ابرز اللعيبه واهم اللعيبه اللي ممكن نشوفها بتعمل حاجه الجوله دي. طيب تعالوا بقى نشوف فقره عندنا بعد كده وهي اهم اللعيبه الديفرنشال متوقع تالقها الجوله ديت، وممكن نفكر نجيبها عشان تفرق معانا في الترتيب والرانك بتاعنا. اعتقد واحد زي سافينهو برضه من الاسماء المميزه اللي ممكن تشوفها بتعمل حاجه الجوله ديت، وراجل ديفرنشال وراجل عنده فرصه كويسه جدا يتالق قدام كريستال بالاس الجوله دي. من فرقه برايتون، اعتقد برضه هو لو معاك عادي جدا برضه نشوفه بيعمل حاجه في جوله زي ديت قدام فرقه زي فرقه ليستر سيتي، خصوصا الراجل بيلعب على نقطه ضعف واضحه جدا عند ليستر سيتي. مالن من فرقه استون فيلا، اعتقد انه عنده فرصه كويسه جدا الجوله دي نشوفه بيعمل حاجه، راجل بيلعب في نقطه ضعف واضحه جدا عند فرقه ساوثهامبتون، والراجل هو الوحيد اللي احنا ضامنينه اساسي من المباراه دي. مدويكي من فرقه تشيلسي، اعتقد من ابرز الاسماء اللي ممكن تفكر فيها الجوله ديت، وممكن نشوفه بيعمل حاجه قدام ابسويتش تاون وهو بيلعب على نقطه ضعف واضحه جدا عند ابسويتش تاون. لارسن راجل لو معاك يعني راجل برضه احتمال كبير يكون مكمل في التالق بتاعه، ممكن برضه نشوفه بيعمل حاجه في الجوله. برضه لو جونسون معاك لسه لغايه دلوقتي، اعتقد برضه ممكن تديله فرصه في الجوله ديت قدام ولفرهامبتون، اعتقد من ابرز الاسماء اللي ممكن نشوفها بتسجل فرقه ولفرهامبتون. طيب تعالوا بقى نشوف الفقره اللي عندنا بعد كده وهي افضل 11 لعيب وافضل تشكيله متوقع ان هي تجيب اعلى نقط الجوله دي.
طيب بكده فقره افضل تشكيله تكون خلصت. بقى نشوف الفقره اللي عندنا الاخيره المحببه الى قلبي، وهي فقره كابتن مين. بما لا مجال للشك، انت هتكابتن حد من الاثنين، هتكابتن ايزاك، هتكابتن ماتيت، وفي الاغلب هتكابتن ايزاك بحكم الراجل ماتشاته اسهل وماتشاته على الارض وسط جماهير، وطبعا فوق كل ده وده هيتعمل عليه التريبل كاب. هالاند وكل سنه وانتم طيب، الله اعلم راجع امتى. هتفعلها الجوله الجايه 33 على ساكا، اعتقد ان هي هتكون صعبه، ففي الاغلب اللي عنده تريبل كابتن هيخلصوا الجوله دي على ايزاك. عشان كده انا شايف ان ايزاك هيكون هو افضل كابتن الجوله ديت من اللي عنده دبل. يعني لو بتخيرني يا كابتن ايزاك ولا ماتيت، لا هقول لك كابتن ايزاك. برضه من الاسماء اللي ممكن تشوفها برضه بتتالق وبتعمل حاجه الجوله ديت، وممكن تكون مقربه كمان للسكور بتاع ايزاك او نقط ايزاك، محمد صلاح. عايزين مشاهد محمد صلاح هيرجع للتهديف مره اخرى من الجوله ديت قدام فرقته المفضله ويست هام، مع انباء التجديد بتاعته قدام جماهيره في الانفيلد طبعا قدام ليفربول. فلو بتسالني هل ممكن يكون محمد صلاح اوبشن كابتنه؟ للاسف محمد صلاح هيكون اوبشن كابتن. هل اخد الريسك فيه؟ ما اعتقدش. يعني بالمنطقي بالطبيعي ايزاك، الراجل ده لو عمل حاجه وانفجر مع كميه التريبل كابتن انت رحت ورا البراميل عزيز المشاهد حرفيا في شلاحات. فانت ايزاك بتكابتنه الجوله دي مش عشان اقتناع، لا سمح الله، انت بتكابتنه بس عشان تتقي شره، ما تتحدفش في الترتيب ورا، لان الراجل ده بالرغم من انت بكابتنه هيرجع في الترتيب كل ما هيعمل حاجه. طب في كابتنات ريسك، يعني ممكن افكر في كابتنات ريسك من الناس اللي عندها دبل. اعتقد الاسم الوحيد اللي عنده دبل افكر اكابتنه غير ايزاك في الاغلب هيكون ميرفي. لا تقول لي بقى ايزي ولا صعب، ويعني بقى انت لو مقطع بطاقتك بقى وخلاص وغلبت بقى وجبت اخرك، ممكن على سبيل الريسك ممكن تفكر تكابتن مثلا واحد زي مدويكي. المانع تفكر في كابتن مثلا واحد زي مالين قدام استون فيلا، دي بقى اللي هي الكابتنات الريسك اللي تجيب جلطه بقى. ممكن برضه تفكر في كابتنه مضمونه شويه الى حد ما، واحد مثلا زي عمر مرموش قدام كريستيان بالاس، لكن طبعا بحكم ان انت عارف اسطوره غاندي ولعنه غاندي واول ماتش في الجوله، فيفضل للامان كابتن ايزاك وامرك لله. بكده نكون وصلنا لحلقتنا النهارده. اتمنى الحلقه تكون عجبتك وما تكونش طولت مني، واكون قدرت اساعدك بكل المعلومات والاحصائيات والتحليل والارقام اللي اتكلمنا عنها الجوله ديت، وان شاء الله هتكون جوله سعيده موفقه باذن الله، نشوف فيها نقط كتير واسهم خضراء كبيره باذن الله. اعتقد ان احنا ممكن الحلقه ديت تنزل بدري، لان المفروض كانت تنزل حلقه نصائح لوحدها وحلقه توقعات لوحدها، ولكن لظروف طارئه وممكن يكون عندي احتمال كبير مواعيد شغل يوم السبت، وممكن ما اقدرش ابقى طالع معاكم لايف قبل الديدلاين. في الاغلب اضطريت ان انا اضم الحلقتين مع بعض، حلقه النصائح والتوقعات وتنزل لكم بدري شويه على اساس يكون عندنا لايف يوم الجمعه بالليل باذن الله. واتمنى خير والسعاده والتوفيق لكل الناس، وارجوكم دايما خليكم معانا.